ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده بقى معانا فيديو جديد. لو لسه مشتركتيش في القناة اشتركي وفعلي الجرس عشان يوصلك اشعار اول ما انزل فيديو جديد. ويلا بينا نبدأ الفيديو. النهارده هنعمل بقى كوسة باللحمة المفرومة، بس بالصلصة مش بالبشاميل زي ما شفتوها كده في اول الفيديو. اكلة سريعة وسهلة ومتاخدش وقت وكمان مغذية جدا. معايا هنا الكوسة انا غسلتها، وبجيب بس مبشرة كده يعني بعمل الكوسة كده من برا عشان يبقى شكلها بس كويس في التقطيع. ممكن تستغنوا عن المرحلة دي عادي، بس انا بحب اعملها عشان بتخلي الكوسة شكلها احلى. هعمل كده الكمية كلها وبعدين غسلتها بس. دلوقتي بقى هنقطعها الكوسة، يعني هي متاخدش وقت خالص في التسوية، فبقطعها قطع زي ما انتم شايفين كده تكون سميكة شوية علشان ما تتهريش معاكي، وكمان علشان لو عملتي مثلا كمية كتير وقعدت يعني باتت عندك لتاني يوم ما تتهريش معاكي وانتي بتسخنيها او كده، لان زي ما انتوا عارفين الكوسة ما بتاخدش وقت ومن اقل حاجة بتتهري يعني، فهي بتبقى محتاجة تتقطع تخينة بس شوية علشان ما تتهريش معاكي. انا هنا كنت بقطعها حلقات، وبعدين هي عشان الكوسة اللي انا كنت بعمل بيها كبيرة شوية فقطعت كل يعني في حلقات كده قطعتها الانصص علشان تبقى حجمها كويس يعني. في طاسة بقى على النار حطيت معلقة سمنة، هو حوالي معلقتين كده سمنة، حطيت مكعب زبدة كمان، وهنشوح بقى البصل علشان نعمل العصاج يعني اللحمة المفرومة. دي كده بصلاية كبيرة مفرومة. هقلب بقى البصل، واول ما ياخد لون كده بسيط هحط اللحمة المفرومة على طول. على فكرة عايزة اقولكوا يعني اللحمة العصاج ممكن تشوحوا البصل الاول وبعدين تحطوا اللحمة، وممكن الاول تشوحوا اللحمة وبعد كده تحطوا عليها البصل، مش بتفرق خالص على فكرة، الطريقتين صح والطريقتين يعني بيدوا نفس النتيجة، فمفيش اي مشكلة يعني. علشان بس لو حد بيحط اللحمة الاول ما يفتكرش ان الطريقة دي غلط او كده، لا يعني هما الطريقتين صح عادي. ده 4 كيلو لحمة مفرومة هحطه على البصل كده واشوحه كويس. في المرحلة دي انا كنت بقلب بس كتير علشان اللحمة ما تلزقش، او عشان يعني عارفين ان هو ما تاخدش لون من جزء وجزء تاني ما تبقاش لسه اخدت اللون، فانا بحاول ان انا اقلب كتير بس علشان كلها تاخد نفس اللون يعني. حطيت كده حوالي معلقة صغيرة فلفل اسمر، وحطيت نص معلقة ملح، وهقولكوا دلوقتي حطيت نص معلقة بس ليه. هقلبهم بقى مع بعض، هديه بس كده اللحمة تقليبة علشان ما تلزقش في الطاسة، لان هي لسه ما نزلتش برضو الدهون اللي فيها، فلو سبتها ممكن تلزق. هنا بقى حطيت نص مكعب مرق الدجاج، ممكن ما تحطوهوش لو مش عايزينه، بس هو بيدي اللحمة العصاج طعم حلو قوي. بس خلي بالكوا لو هتحطوا المرقة يعني خلوا الملح يبقى مظبوط شوية عشان ما تكتروش الاول بعدين تحطوا المرقة هيكون يعني هتبقى حادقة قوي. حطيت كده نص معلقة جوز الطيب مع اللحمة المفرومة او اللحمة العصاج او اي نوع لحمة عامة بيديها طعم تحفة قوي، فحطيتها كده بس علشان تدي اللحمة طعم كويس يعني.
وهنا بقى معايا دي طماطم انا كنت مسبكاها من قبل كده، يعني حطيتها على النار سبتها تغلي كده شوية، وبعد كده حطيتها على اللحمة المفرومة. مبحبش احط اللحمة، يعني مبحبش احط الطماطم تبقى على اللحمة قبل ما تتسبك علشان بتاخد وقت طويل قوي، لكن كده بحس انها يعني ما بتاخدش وقت طويل لما بتتحط على اللحمة وهي متسبكة يعني. وبعدين حطيت معلقة ونص كده صلصة علشان بس الطماطم ما كانتش حمرا قوي، حطيت معلقة ونص صلصة بس علشان تظبط لونها شوية. هقلبهم بس كده وهوطي عليها النار، هحط بس نص كوباية مية وهوطي عليها النار واسيبها بقى تتسبك كده على نار هادية بالراحة خالص، وهي عامة مش هتاخد وقت لان زي ما قلتلكوا الطماطم متسبكة، وكمان اللحمة العصاج ما يعني هي تعتبر مستوية، يعني كان بيبقى فاضلها حاجة بسيطة قوي على السوا، فمش هتاخد وقت خالص. بصوا بقى هنا كانت اتسبكت، سبتها شوية يعني اتسبكت. هحط بقى الكوسة وهقلب بقى كل الحاجات دي كده مع بعض كويس. بصوا هنا بقى كانت قربت تستوي خلاص، زي ما انتم شايفين كده الطماطم تقلت واتسبكت يعني خلاص، والكوسة كمان كانت قربت خلاص تستوي. بصوا انا هنا بقطع بس الكوسة بالمعلقة عشان اتأكد يعني استوت ولا لسه شوية. هنا بقى خلاص كانت استوت خالص، طفيت عليها النار. هي مبتاخدش وقت حرفيا خالص، يعني اسرع اكلة ممكن تعملوها، كمان الحاجة اللي بتتعمل كلها في حلة واحدة او طاسة واحدة او ايا كان، يعني دي بتبقى حاجة سهلة اوي وبتسهل عليكي خطوات ومراحل كتير، فهي سريعة ومفيدة ومغذية جدا. زي ما انتم شايفين كده شكلها تحفة. ممكن بقى تعملي جنبها رز، ممكن تتاكل بالعيش، ايا كانت الطريقة اللي هتاكليها بيها، بس يعني الطريقة دي حلوة قوي للكوسة باللحمة المفرومة. جربوها وان شاء الله هتعجبكم. بس كده يا بنات، ده كده كان الفيديو بتاع النهاردة، اتمنى يا رب يكون عجبكم. ما تنسوش بقى لو عجبكم تحطولي لايك، واشوفكم ان شاء الله على خير في فيديو جديد، وباي باي.